صدق أو لا تصدق. الجزائر تصنع أول سيارة كهربائية. أول سيارة كهربائية في الجزائر. مشروع تم الانطلاق فيه بكفاءة جزائرية، حيث أن الهيكل صمم 100% بالمركز. يقولوا ده أول وأكبر مصنع تصنيع سيارات. يا ام ابراهيم افتحوا البيبان. السيارة تم تطويرها على مستوى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. بس أوي. دابا شي وحدين كيتسائلوا واش هذه سيارة الروضها باينين صح، الكراسة باينين، يرحم والديكم وين هو المحرك؟ فينا هو المحرك؟ المحرك في إطار الإنجاز، والنظام نتاع الكابلاج، التحكم في إطار الإنجاز، فينا هي الباتري والبطارية وغيرهم كثير ساهموا في هذا الإنجاز حضاري. راك تشوفوا يعني الإنجاز. وسيجسد ما وصلت إليه الجزائر من تطور في مجال التكنولوجيات الصناعية. يا السلام، الله أكبر الله أكبر. ممكن بقى تقول لي الفنكوش ده هيبقى جاهز امتى إن شاء الله؟ نحن نقدم نموذج مكتمل للشركات المصنعة، والشركات المصنعة هي التي ستصنع. قادرين نصنع التراكتور، تراكتور دو رومورك، تراكتور في اغريكول، لان الجرار ما نداش باش يصيدوا به الارنب ولا يدير به العراس. الله اكبر عليك. مادام اللي خدم الجرار وصنع الجرار دار فيه ديفار، معناه باش تخدم في الليل. انت جبت المعلومات دي منين؟ انا بسأل نفسي انت جبت الكلام ده منين؟ ماشيين التراكتور، ماشيين الكاميون، في الغادي اللي هو غادي. اليوم غادي نصنعوا معاهم بور لي جون تاعنا لا فيسبا. حاضر مفيش بنزين باش نعاود نصنع دوك اللي توك توك. الله يلعن ابو تكتوكك على ابو التكاتك اللي في الدنيا كلها. شو باش كيساليو معاك يقول لك باغيين ينافسوا المغرب في صناعة السيارات. باش بالدعاء يا ودي فينكم وفين المغرب؟ المغرب اليوم توجه إلى تصنيع كامل. صنعت في المغرب وتسوق في أوروبا. وش من سيارات عندك اللي تصدرها؟ 440,000 سيارة في السنة. نص مليون تقريبا. نص مليون. يعني بمعدل كل دقيقة ونص بتطلع سيارة من هنا. أعطاها العصا كيفاش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول اني عندي تصنيع سيارات؟ تخيلوا في الجهاز ده لوحده بيطلع 7 مليون قطعة سنويا، يعتبر أكبر جهاز لتصنيع قطع السيارات في كل أفريقيا. عنده الريح. وتبغي تصدر؟ وش تصدر؟ ماذا تنتج الجزائر زراعيا وصناعيا؟ الجزائر تنتج إلا البعرة والحمرة اللي هلكونا البلد. يا الله يلعن اللحم الريا باتنا يا باتنا، الله يلعن لحم الريا.